ويا صباح الفل على احلى ناس وفيديو جديد من سلوفاكيا. لو جات لك الفرصه زي ما جات لي الفرصه ان انت تيجي سلوفاكيا، تعال اقول لك هتعمل ايه. طبعا هو في سلوفاكيا في حاجه مشهوره جدا اسمها تاتراس. دي جبال كده تقدر تطلع فوق وتشوف يعني سلوفاكيا من فوق. للاسف انا مش في الحته دي الحته المشهوره، ولكن انا كنت جاي بزنس تريب مع الشركه بتاعتي. فالنهارده ويك اند بعد لما خلصنا الشغل قررت ان انا اوريكم ايه اللي ممكن يتعمل لو جات لك الفرصه ان انت جيت البلد دي. البلد دي اسمها تركوفا في سلوفاكيا. البلد كلها عباره القريه دي يعني عباره عن جبال. طبعا من الحاجات المهمه جدا 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 ان انت تبقى معاك شوز تستحمل الحته اللي انت فيها دي اللي هي التلج. التلج متوسخ ازاي المنطقه دي، لان الارض هنا للاسف النهارده الدنيا بتمطر، فبالتالي الارض لما بيجي عليها المطره مع التلج بتبقى زحليقه. اول يوم جيت هنا كنت ماشي بالجزمه بتاعتي العاديه، كنت ماشي عادي مش مخون، اتزحلقت زحلقه، لا زحلقه ممكن يعني ممكن تعور جامد يعني. فلازم تخلي بالك من الموضوع ده، ان انت لازم تجيب الحاجات المخصصه للاماكن دي. وطبعا انا لما قلت لهم انا عايز اروح اعمل هايكنج واطلع الجبل وبتاع، قالوا لي لا طبعا الجزمه اللي انت لابسها دي معاك جزمه تانية بتاعت التلج. قلت لهم لا، فقالوا لي لا طبعا مش هينفع تروح بالشوز دي، فلازم تجيب شوز تانية. تعالوا بقى اوريكم المنظر. بصوا ده الاوتيل اللي انا كنت قاعد فيه على فكره، ودي الاوضه بتاعتي. الاوضه بتاعتي كانت باصه على المنظر ده، يعني انا كنت بفتح البلكونه اللي في التاني بلكونه بالظبط دي واروح شايف المنظر ده. طبعا حاجه تانية هنا البلد السكينج او التزحلق على الجليد عندهم اكنك بتلعب بيلي في مصر، يعني ده الحاجه العاديه اللي عندهم. يعني كل حته تمشي فيها تلاقي المنظر ده، زي التلفريك اللي هو تقدر تطلع عشان تنزل تعمل سكينج. حرفيا السكينج هنا يا جماعه مش يعني ما فيش حاجه اسمها انت ما تعرفش تعمل سكينج على السنو لو انت سلوفاكي. دي حاجه بالنسبه لهم عيب يعني. هو حتى بيقولوا لي انت بتعرف تعمل سكينج؟ قلت لهم لا، سكينج ايه يا جماعه؟ احنا يعني لما بتنزل عندنا تلج بنطلع نجري في الشارع نفرح يعني. كمان هي لما بتنزل تلج حاجه ما بتنزلش تلج، ده هو طلع بتنزل اللي هو التلج اللي بيبقى ناشف ده مش التلج اللي بينزل هنا. التلج اللي بينزل هنا بيبقى مش ناشف، بيبقى يعني مش عارف اوصفه الصراحه. دلوقتي انا رحت الاوتيل التاني، حطيت الشنط واتحركت، بس للاسف هي مشكلتي مع البلد دي ان المواصلات في القريه دي مش شغاله على طول. يعني عشان اعرف اروح للمكان اللي انا عايز اروحه اول باص هيطلع الساعه 2، قبل كده كان بيطلع بدري، في النص ما بيطلعش مش عارف ليه. هتضطر انت يعني يا تركب تاكسي، ومفيش مش لاقي تاكسي برضه، يا اما بقى اروح ماشي. دي ممكن يعني بعد ساعه اوصل. حصل موقف بقى ظريف جدا ان انا وانا رايح الاوتيل التاني عشان احط الشنط تهت في المكان. فهم يعني بعتوا لي قالوا لي انت هتيجي امتى تعمل تشيك ان في الاوتيل ومش عارف ايه وبتاع. قلت لهم انا جاي دلوقتي، فقالوا لي طب انت فين اصلا مكانك؟ قلت لهم انا تايه بس شويه لكن انا قربت اجي، وبعت لهم اللوكيشن بتاعي. هم قالوا لي ابعت لي انا اللوكيشن. لقيت عربيه جت وراح واحد فتح الشباك قال لي انت رايح كذا مكان يعني؟ فقلت له اه. قال لي طيب تعالى. فهم بعتوا عربيه يدوروا عليا، وشاف واحد شايل شنطه فقال لك اكيد هو ده، وخدني وداني الاوتيل. فالناس هنا ظريفه جدا الصراحه، الناس هنا جميله يعني. الناس بقى هنا زي ما قلت لكم التلج بالنسبه لهم دي حاجه عاديه يعني. فالناس بتتفسح بقى ازاي؟ تتزحلق في التلج عادي جدا، تخش كده وتقعد تطلع فوق لحد ما توصل فوق. بس احنا رايحين مكان تاني، المفروض احنا رايحين مكان عالي ان شاء الله، بس برضه مفيهاش حاجه لما الواحد ياخد كده تجربه ويغطس في التلج. للاسف ان انا مش لاقي زي ما قلت لكم مواصلات، الباص هيجي متاخر والطريق شكله مش ممهد الناس تمشي اصلا، والعربيات جايه في وشك. فمش عارف انا بعمله ده صح ولا ايه، بس ربنا يستر بقى عشان انا لازم اروح الحته دي. ايه بقى الجمال ده، الله اكبر. احنا لسه مكملين لفوق كده عشان نوصل للتلفريك. تعدى نص الطريق، فاضل تقريبا 3 كيلو واوصل للحته. بصوا بقى المنظر اللي فوق، المفروض اعمل يعني اللي احنا هنطلع له يعني. هذا هو المنظر
هذا هو المنظر. طبعا الهواء ممكن يكون جامد بس ايه، هذا هو المنظر. بقى ايه الاولاد والاطفال والناس بتعمل سكينج، ده بالنسبه لهم اكنه يعني تمشيه، انها تمشيه بالنسبه لهم. هم يعني واحد كان قال لي ان هنا ما ينفعش ان واحد يبقى من سلوفاكيا وما بيعرفش يعمل سكينج، دي حاجه عيب يعني. كانت خلاص احنا قربنا خالص، فاضل حوالي تلت ساعة. المنطقة دي ناس بتعمل فيها سكينج واحنا المفروض لسه مكملين. المفروض ان خلاص فانت فاضل 5 دقايق بس المطرة غرقتني تقريبا. تخيل بقى كده اطلع مثلا الاقي ان ايه عشان المطرة والجو ده فالتليفريك مش شغال. ان شاء الله مش هيحصل كده طبعا يعني. كده وصلنا للباركينج، عربيات اهي راكنه، المفروض ده الكيبل كار يطلع فوق بقى كده هنا بنشوف بقى. اسف يا جماعه طلع مقفول عشان المطره والرياح للاسف. ان احنا كنا هنطلع فوق هنا فوق خالص لحد ما نخفف مع السحاب. في ناس اصلا بتعمل سكين معرفش طلعوا ازاي، بس قالوا ان هو مقفول بقى. للاسف مش هقدر اطلع اكتر من كده، بس انا عاجبني الفيو اللي قدامي ده، هوريه لكم دلوقتي حالا. وطبعا لو جيت سلوفاكيا ما تنساش تبقى تحاول تيجي هنا. وطبعا في الصيف المناظر دي بتبقى حاجه تانية، خضار بس الدنيا هنا، بس للاسف عشان النهارده بتمطر والجو رياح جامده عشان كده قافلينها. بس بصوا المنظر ده، منظر الطبيعي الخلاب. بس خلي بالك خلي بالكم وانتوا هنا لازم تبقوا مخلين بالكم جدا جدا وانتوا تتحركوا. يعني انا كنت يعني ما كنتش هاخد بالي، كنت هقف هنا كده، تقف هنا كده دي واقعه اصلا، يعني هو التلج هو اللي ماسكك، فانت لو هنا كده ممكن تقع. لكن ايه اهو هقع اهو الحمد لله. بص بقى المنظر الجميل ده. انا بحاول بقى طبعا في كذا حاجه تانية ممكن تتعمل، بس هو انا قاعد النهارده بس وبكره ماشي، هحاول كده اروح مكان تاني. بس انا كان نفسي اطلع الجبل بس الحمد لله يعني للاسف بقى. بس اللي هيجي سلوفاكيا تيريكوفا يجي المكان ده، انا هحط لكم جوجل مابس في الديسكربشن عشان لو عايز يطلع الجبل هنا. وعلى فكره هنا معظم الحاجات في سلوفاكيا رخيصه مش غاليه. يعني مثلا انا كنت في الصيف اللي فات طلعت تلفريك كده في المانيا، كان عامل حوالي 50 يورو رايح راجع، تمام. هنا التذكره عامله 15 يورو رايح راجع. الدنيا هنا رخيصه جدا في سلوفاكيا الى حد ما. العربيات هنا مجنونه، في ايه يا عم بالراحه. بصوا يا جماعه المنظر تحفه، المنظر في الغالب كده الكيبل كار الاولاني اللي انا شفته واحنا رايحين للكيبل كار التاني، انا كنت عايز اروح التاني للتاني اكبر يعني بيوريك قمه اعلى. في الغالب ده اقدر اطلعه وبرده في مناظر فوق حلوه. تعالوا نشوف. الحمد لله لقيت مكان تاني ممكن اطلع فيه جبل. ياي اهو جبل اهو نطلعوا بس البنت بتقول لي 4 بي ام بيقفل. لا ماشي هنزل قبل 4 بي ام، الساعه لسه 1 بي ام. طيب التذكره بقى للمكان الجميل ده ب 12 يورو رايح راجع. طبعا الناس بتحجز ده عشان تعمل سكين. الست قالت لي ان هو بيقفل الساعه 4. ركبنا الحمد لله التلفريك وطالعين دلوقتي فوق خالص نقعد شويه ومفروض ان احنا ننزل بعد كده يعني. ف 12 يورو طبعا بالنسبه للحاجات في المانيا، لا طبعا 12 يورو ده تذكره المترو في المانيا ب 11 يورو مثلا عشان انزل مثلا فرانكفورت، تذكره المترو لوحدها ب 11 يورو. فطبعا سعر كويس جدا يعني. بس الجو بدأ يسقع جدا جدا جدا. هو المنظر ممكن يكون مش باين طبعا قوي بسبب كميه السحاب اللي في المكان يعني، بس زي ما انتم شايفين دي قمم جبال كلها يعني. بقى دلوقتي للمطعم او البار ده اللي انا كنت ناوي اشرب فيه كوفي او اي حاجه، لكن هو قافل برضه. بس يعني الدنيا هنا كلها ايه قافله عشان الجو ده، ولكن المنظر هنا خطير الصراحه. الجو تلج. احنا
مع السحاب اصلا. بس عايز اقرب. اوبا بدأ ده خبز. ما يحصل حاجة. المنظر من فوق، هذا هو المنظر. المنظر ده يعني يكاد يكون من اجمل المناظر اللي انا شفتها في حياتي. بس انا بردان قوي يا جماعه، الجو برد جدا دلوقتي. حاجه عظمه ما شاء الله. المنظر حاجه تانية يا جماعه. منظر على الحقيقه حاجه تانية. سيبك بقى من الفيديوز والكلام ده، منظر على الحقيقه حاجه تانية خالص خالص الصراحه. خلصت بقى، وصلت لتحت المكان. هنا في مطعم، جبت اكل. طبعا بجيب حاجات فيجيتيريان يعني. و خلاص كده النهارده بالنسبه لي خلص، وبكره هرجع المانيا. فده كان فيديو عن ازاي ممكن تشوف مناظر طبيعيه فظيعه او تعمل ايه في سلوفاكيا في يوم واحد. بس كده.